اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد اسبوعيا وبرنامجكم برنامج اوراق اقتصاديه. الحقيقه في الايام القليله الماضيه اطلقت الدوله عده مشروعات تنمويه وعمرانيه متعدده بشراكات مع القطاع الخاص وشراكات ايضا مع المستثمر الاجنبي في مجالات وقطاعات متعدده: الصحه والتعليم والسياحه والتوسع العمراني. كل هذه المشروعات بالتأكيد لها متطلبات متعددة من حيث التشغيل والإنتاجية وإمكانية تحقيق أكبر عائد وقيمة مضافة، وكل هذا أيضا بيستتبعه نتائج متعددة. هذه المشروعات تحتاج إلى أيدي عاملة، هذه المشروعات تحتاج إلى خدمات لوجستية، هذه المشروعات ستحقق دخل ونقلة وطفرة نوعية للاقتصاد المصري. جوانب متعددة وكثيرة سنتعرف عليها في حلقة اليوم من نتائج هذه المشروعات وما تطلبه وهي التحديات التي قد تواجهها والاستراتيجيات الجديدة التي تتبعها الدولة في هذا الإطار. يسعدني في هذه الحلقة أن يكون معي في الاستوديو الأستاذ مجدي عوض خبير التنمية العمرانية. اهلا بحضرتك استاذ مجدي. مجدي منصور عفوا استاذ مجدي منصور. اهلا بحضرتك استاذ مجدي. يا اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. وايضا معي الاستاذ هاني متولي خبير ومطور عقاري. اهلا بحضرتك استاذ هاني. اهلا وسهلا بسعادتك يا فندم. اهلا بيك. يعني بدايه استاذ هاني، الحقيقه في الايام القليله الماضيه اطلق مشروع شراكه لتطوير منطقه راس حكمه ما بين مصر ودوله الامارات العربيه المتحده، ودي الحقيقه كانت دفعه استثماريه قويه وتعتبر من اكبر العمليات الاستثماريه او الشراكات الاستثماريه اللي عقدتها الحكومه المصريه مع مستثمر اجنبي. كيف ترى هذه النقله النوعيه العمرانيه والتطويريه بشكل عام؟ حقيقة أستاذ محمد، قبل ما نتكلم عن هذه المشروعات الضخمة التي وقعتها الدولة مع مستثمرين يعني خارجيين، خلينا نقول يعني استثمار. أول ما نسمع كلمة استثمار دائما يتبادر إلى ذهننا رخاء ونماء. كلمة استثمار هي كلمة جميلة، يعني إذا رجعنا اللغة العربية نلاقيها يعني من ثمر البستان أو أثمار البستان. وقبل ما نتكلم عن المشروعات بمشاركة الدولة المصرية مع دول أجنبية أخرى، خلينا نقول إيه أنواع الاستثمار في مصر. عندنا استثمار محلي واستثمار أجنبي. الاستثمار المحلي ببساطة هو أن المستثمرين أو الأشخاص المصريين، سواء أشخاص معنويين أو اعتباريين أو أشخاص فعليين، يعني بيستثمروا داخل حدود الدولة المصرية. لو كلمنا عن الاستثمار الأجنبي، عندنا نوعين أيضا، هو استثمار مباشر واستثمار غير مباشر. نعم. النوع البسيط منه الاستثمار الغير مباشر، وده استثمار لا تعول عليه الدول أبدا، وهو يعني غير لا يعتبر يعني ركيزة أساسية للاقتصاد وغير داعم. ببساطة ساعتك وحضرتك قاعد في البيت عن طريق الإنترنت تقدر تشتري في أي بورصة عالمية أو أي شركة عن طريق الإنترنت أسهم. الأموال بنسميها الساخنة اللي بتدخل وتخرج. صحيح، بنسميها الأموال الساخنة أو الاستثمار السريع. لو جينا الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو شريان الحياة، هو شريان التدفق للنقد الأجنبي، رافد رئيسي من روافد النقد الأجنبي للدولة المصرية. نعم. وده اللي بنشوف في سياسات الجمهورية الجديدة، دايما بتنظر إلى هذا الاستثمار الأجنبي المباشر، لأنه أصلا استثمار طويل الأجل. وأي دولة النهاردة مهتمة جدا بأن يكون عندها النقد الأجنبي سواء دولار أو يورو، لأن دوت هيساعدها في مسألة الاستيراد، هيساعدها في تحريك العجلة الاقتصادية بالكامل. بالظبط كده، مظبوط. تمام. لما نيجي نبص على الشراكة اللي تمت ما بين الدولة المصرية وشركات في دولة الإمارات مثلا، هذه الشراكة هي داعم قوي جدا وشهادة أمان لكافة المستثمرين أن الدولة قادرة على استعادة ثقة المستثمرين وبناء المشروعات التنموية المتميزة والكبيرة على أراضي الدولة المصرية. حقيقة يوم بعد يوم الدولة بتؤكد على سيادتها وعلى قوتها وعلى تعافي اقتصادها، وده بيودينا في الآخر إلى رفع مستوى المعيشة لكافة الأفراد. تمام. وهي رسالة للمستثمر الأجنبي، أعتقد برضو أن احنا نستطيع أن هي الحقيقة يا أستاذ محمد، حقيقة الرسالة وصلت للمستثمر الأجنبي بالفعل. إذا كنا في فترة من الفترات كان في تغير في سعر الصرف، النهارده سعر الصرف تعافى، الجنيه المصري تعافى، الرسالة وصلت للمستثمر الأجنبي. احنا دولة قوية قادرة، اقتصادها بيتعافى يوم بعد يوم، تصنيفنا الائتماني بيرتفع يوم بعد يوم،
الدوله كل يوم بتثبت انها قادره على دفع عجله النمو الاقتصادي. تمام. استاذ مجدي، لما نتكلم على ان احنا في شراكات ما بين الحكومه المصريه وبين مستثمرين اجانب او مستثمرين قطاع خاص محليين في قطاع التعليم، بنتكلم في قطاع الصحه، في قطاعات السياحه، بنتكلم في قطاع التنميه العمرانيه وما الى ذلك، كيف ترى مردود كل هذه الاستثمارات والشراكات على الاقتصاد المصري بشكل عام؟ هتقدر تحركه في مجالات ايه، وايه القطاعات الاكثر استفاده او الفئات الاكثر استفاده من مثل هذه المشروعات التنمويه؟ طيب خلينا نتكلم ببساطه كده، ان انا مش هقدر اتكلم عن بقيه المجالات سواء التعليمي او السياحي او كده، لان انا راجل متخصص يبقى خلي واحد فيهم هو نموذج او مثال. مظبوط، النموذج العمراني او احنا بنتكلم عن النموذج العقاري، وكل طبعا حد يتكلم عن الجزء اللي يخصه عشان ما نبقاش بنتكلم كلام وخلاص. بالنسبه للجزء اللي يخصنا وهو جزء الاستثمار العقاري اللي حاصل دلوقتي في مصر والتوجه العقاري للدوله في الفتره الاخيره، ممكن نقول ببساطه هو العصا السحريه اللي ممكن تغير حياه مصر لمئات السنين. ازاي؟ اقول لحضرتك. هيئه المجتمعات العمرانيه النهارده بتمتلك في مصر، يعني لو قلنا الاراضي الجديده اللي دخلت كاردون مباني في مصر في الفتره الاخيره، وطبعا دي توجهات الرئيس لما بدأ يدخل المجتمعات العمرانية الجديدة مناطق جديدة، ويمكن حتى كان لسه في مناقشة في مجلس النواب من حوالي 10 أيام واتكلم فيها المهندس أحمد السجيني في النقطة ديت وعن التوسعات اللي حصلت في مصر. متخيل حضرتك، أنا هقول لك دلوقتي أمثلة رقمية سريعة وحضرتك تتخيل حجم الاستثمارات او حجم النجاحات اللي ممكن الدوله تحققها في الفتره الجايه، وازاي ممكن نحل مشاكل مصر كلها تعويلا على قطاع واحد. قطاع واحد. معالي الباشا، انا هقول لسيادتك دلوقتي بالارقام البسيطه ان حضرتك تقدر تسد ديون مصر الداخليه والخارجيه جميعها، تقدر تغير حياه مصر في الفتره اللي جايه كلها من منطقتين صغيرين بس من اللي اتفتحوا واللي الرئيس قرر ان هو يفتحهم. تعالوا نقول النهارده احنا عندنا مناطق زي دي الجديده، الحزام الاخضر، سفنكس الجديده، اكتوبر الجديده، حدائق اكتوبر. عندنا العبور الجديده، عندنا الشروق الجديده. انت بتتكلم كل ده داخل الحزام لسه؟ انا ما طلعتش بره، ده كله القاهره. ما خرجتش منصوره الجديده، ما خرجتش اسوان الجديده، ما خرجتش المنطقه الغربيه، ما خرجتش الساحل. الله ينور على معاليك. طيب الجزء دوت الدوله بتقنن فيه بطريقتين، يا اما الارض، استقطاع الارض اللي هو العيني، يا اما النقدي دفع فلوس. خلينا نمشي على ان الدوله قررت ان هي تستقطع نص الاراضي اللي اتفتحت ديت، وهي تقريبا لما جيت حسبتها لقيتها متوسط من 200 ل 250 الف فدان اتفتحوا في منطقه القاهره بس، بعيدا عن الساحل وزي ما قلنا المناطق الثانيه. كنا بنتكلم عن راس الحكمه 40,000 فدان. لا انا القاهره بس. القاهره بس. عبور جديده، شروق جديده، زايد الجديده، سفنكس الجديده، اكتوبر الجديده، حزام اخضر، حدائق اكتوبر، دول تقريبا متوسط 250 الف فدان. لو قلنا تقنين المناطق ديت هيكون كله بالتقنين العيني، يعني الارض مقابل التقنين، نص الارض دي هيبقى للدوله والنص الثاني للملاك اللي كانت ارضهم زراعي وتحولت الى كاردون سكني. فاحنا بنتكلم تقريبا متوسط من 100 ل 125 الف تقريبا، من 100 ل 125 الف فدان الدوله هتستحوذ عليهم مقابل تقنين باقي الاراضي الثانيه. طيب 125 الف دول لو قلنا الدوله بدات تطرح على السعر القديم مش السعر الجديد 3000 المتر، وده حصل، الدوله بدات تطرح. على سبيل المثال احنا بنقول يعني ارقام تقريبيه. هيئه المجتمعات العمرانيه طرحت من حوالي فتره ب 3000 المتر، مش هنقول المتر زاد خالص والنهارده ب 6.5، بس هنقول على 3000 المتر. لما تيجي حضرتك تضرب 3000 في 4200 اللي هو الفدان، ونبدا نضرب في 125 الف، حضرتك تقريبا متوسط 2 تريليون و400 مليار. متخيل؟ انا ما اتكلمتش عن المنصوره الجديده، ما اتكلمتش عن الساحل، ما اتكلمتش حوالي 14 مدينه جديده تقريبا، ما اتكلمتش خالص. ظهير كل ده ما اتكلمتش عنه، بس بتكلم ان قطاع واحد بس لو جينا نفكر فيه بشكل بسيط. ويمكن برضو ردا على النقطه بتاعه المستثمر عشان برضو ما نعديهاش، في برضو نقطه مهمه حابين نتكلم فيها، الا وهي ايه؟ انا النهارده عندي مثلا لو شبهنا الموضوع بالكوره، كره القدم، اي فريق كبير زي الاهلي زي ريال مدريد زي الفرق الكبيره ديت، قبل ما بيفكر ان هو يجيب لعيب جديد بيفكر ان هو يحافظ على القوام الاساسي بتاعه. فانا يعني ما بقدرش اقول ان المستثمر الاجنبي اهم عندي من المستثمر المصري، لازم احافظ الاول. الله ينور عليك. لازم احافظ على وجود المستثمر المصري اللي هو قوام الفريق الاساسي، ومن ثم نبدا للمستثمر الاجنبي. لكن المستثمر المصري النهارده
بالنسبه لنا لو بدا يعمل الشراكات مع المستثمر الاجنبي في ارض مصر، ده احنا هنشوف مردود كبير جدا في الفتره الجايه، ويمكن برضه هيكون منطلق خير. وهي بدايه فتحه بقى المستثمر المصري والشراكه بقى. بقى. الهيئه يا فندم، ما انا عندي النهارده مئات الالافات من الفدادين، فهي تقدر تعمل شراكات مع مستثمرين اجانب تانيين، وتقدر تجذب المستثمرين ليها طبقا للمكاسب تزيد. يعني ال 2 تريليون احنا قلناه ده على ان الارض هتتباع ب 3000 المتر. انا لسه يا استاذ مجدي هتكلم في تفاصيل التفاصيل، ايه المردود على مظبوط. الفئات والقطاعات اللي هي هتكون عامله في هذه المشروعات. هروح للاستاذ هاني. استاذ هاني، مشروع زي مشروع راس الحكمه ده يعتبر مشروع ضخم ومشروع كبير، هيتعمل فيه مجتمع جديد، تنميه عمرانيه، هيتعمل فيه مدينه سياحيه، في خدمات لوجستيه، وفي خدمات ذات الصله وما يترتب عن ذلك من الخدمات المكمله او المشروعات اللي هتكون مكمله لهذا المشروع. مشروع بهذا الحجم كيف ترى تاثيره على الاقتصاد المصري، وكيف ترى تاثير مثل هذه المنطقه تحديدا؟ هي منطقه ذهبيه تقريبا وهي مش وحدها تعتبر، صحيح. لانها هتنضم لمنظومه مدينه العالمين الجديده ومنظومه مدينه الساحل الشمالي، وما يستتبع ذلك بقى من تطورات قد تحدث طفره نوعيه في الاقتصاد المصري بشكل عام. استاذ محمد، مما لا شك فيه ان احنا كلنا كمصريين شايفين الطفره النوعيه اللي بتحصل في المجال العقاري في مصر عموما، وبالنظر لمنطقه زي الساحل الشمالي بدايه من مثلا مدينه العالمين الجديده تباعا لغايه ما نوصل لراس الحكمه ثم الى مدينه مطروح، نجد ان ده فعلا المثلث الذهبي او الشريط الذهبي للساحل الشمالي لجمهوريه مصر العربيه. حقيقه المشروعات دي بالاساس بتهدف الى التنميه المستدامه لشمال مصر. بدل ما الناس بتروح تستهدف منطقه الساحل صيفا فقط، لا، عندنا مدن دلوقتي زي العلمين، زي ما حضرتك تفضلت، مشروع راس الحكمه، في موضوع طبي، في مشروع جامعه، في مشروع سياحي، في مشروع من تنميه مستدامه طوال العام. بتجد ان المناطق ديت مدن هنسميها مدن الجيل الرابع زي ما الدوله بتسميها، ان تنميه مستدامه وحياه مستمره طوال العام مش بس فتره الصيف. كل دوت هيعود على الاقتصاد المصري بالتعافي وعلى خزينه الدوله بمزيد من الايرادات. وخلينا نقول ان ديت نقطه قويه جدا في صالح الاقتصاد المصري. لو يعني لو جينا نبسط الموضوع شويه بنقول ان الدوله لو عندها في اجندتها مثلا في 2024 عندها بعض المشروعات اللي لابد انها تقوم بها وفقا للخطه الخمسيه. بحجم المشروع ده احنا بنتكلم دلوقتي ايه؟ بحجم المشروع من المشروعات الملياريه بقى، صحيح. ما بنتكلمش بقى من مليار ومليار ونص ونص مليار والكلام ده. بالمشروعات الكبرى كويس كده اللي بتهدف انها يعني متكامله، مشروع متكامل ضخم يدفع يعني عجله الانتاج. يعني خد بال ساعتك ان ده هيوفر فرص عمل غير طبيعيه لكافه القطاعات المصريه الاخرى. طبعا مظبوط. دلوقتي سعادتك لو الدوله عندها في اجندتها تنفيذ مشروع في 2024 وعندها اولويات اخرى قدامها، اذا كانت عندها موارد لإقامة هذه المشروعات بكافة أنواعها، اللي هي الاستثمارية عموما. أنا بتكلم على أجندة موارد الدولة مالية عموما. يعني تقصد حضرتك؟ أيوه، موارد مالية. تمام. النهارده الدولة ما هي الدولة مش بس على المستوى العقاري، الدولة عندها مستوى طبي، مستوى تعليمي، كل المستويات. احنا بنتكلم في دولة. تمام. فإذا كان عندنا في خطة 24 مثلا بعض المشروعات الدولة لازم تقوم بها، وإذا كانت الموارد المالية لا تسمح، وانا كدوله لابد ان انا انفذ خلال 24. قدامي حل من اتنين كدوله، اما اقترض او ابحث عن الاستثمار. الشراكات. حقيقه الاقتراض دايما هيحمل الدوله عبء الفوائد وسداد الاقساط و انما الاستثمار هيحقق للدوله، هيعفي عنها بدايه القرض واعباء واقساط وفوائد وما الى ذلك. ثانيا هيحقق مزيد من الاستثمار، هيحقق نسبه شراكة قوية ما بين الدولة والشركات، بما يخلق فرص عمل قوية لكافة القطاعات. في الآخر كل دوت نهاية هيعود على الاقتصاد المصري بالتعافي. كلمة الاقتصاد المصري يبقى المواطن. مظبوط. يعني هي عمليه ايه؟ طرديه زي ده يؤدي ده. هي دايره مقفوله مغلقه بالظبط. دايره مغلقه بالظبط. اذا كانت الدوله بتسعى لرفع مستوى كفاءه الفرد والاسره، لابد انها تسعى في المشاريع الاستثماريه، جذب الاستثمارات الاجنبيه، تدفق العمله الاجنبيه، كل ده بيصب في الاخر في رفع مستوى معيشه الفرد. تمام. طيب استاذ مجدي، عايزين نتكلم على القطاع العقاري، وبرضه بعتبره كمثال. احنا قلنا في قطاعات صحيه، في قطاعات سياحيه وتعليميه وما الى ذلك، وصناعيه وزراعيه وخلافه. القطاع العقاري ده انا عشان يحصل فيه حجم من الاستثمارات بهذه الارقام المهوله اللي حضرتك ذكرت يا دوب عينه منها على المستوى القاهره بس، او بتتكلم في الحزام الداخلي يعني. مظبوط. ايه الفئات او ايه القطاعات الاخرى المشاركه في صناعه مثل هذا النوع من الاستثمار والتنميه العمرانيه وهتستفيد بقى؟
هل انا كعامل بس وهاجي ابني عند حضرتك هل كشركه اسمنت وشركه حديد وطوب وبس، ولا في قطاعات كتيره هتبقى ذات صله ومغذيه لمثل هذه المشروعات الضخمه؟ طيب خلينا نقول ان احنا بنتكلم عن 250 الف فدان متوسط انا ذكرته في نفس المثال اللي بنتكلم احنا فيه اتكلمنا عنه. مش هيبقى فيهم مدارس؟ اكيد فيهم مدارس، فاذا القطاع التعليمي استفاد، يبقى كتب وورق ومدرسين والى اخره. مش هيبقى فيهم جامعات؟ هيبقى فيهم، فبرضه كملنا. هيبقى فيهم مستشفيات؟ كملنا. مش هيبقى فيهم نوادي؟ كملنا. الموضوع يا فندم احنا بنتكلم في مدن، مش بنتكلم في كومباوند، احنا بنتكلم في مدن. انا بتكلم في مدينه جديده، انا بتكلم في 55,000 فدان، شوارع وطرق ومطاعم. طبعا 55,000 فدان في عبور الجديده، 50,000 فدان في الشروق الجديده، 73,000 فدان في سفنكس الجديده، اكتوبر الجديده اراوند 30,000 فدان. لا احنا بنتكلم في مساحات اتفتحت والرئيس قرر. ما هو برضه خلينا نتكلم في حاجه مهمه قوي. مع الباشا، انا النهارده مصر خرجت من الاطار السياحي، خرجت من الاطار الصناعي، خرجت من الاطارات دي كلها، ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي قررت ان هي تبقى في الاطار العقاري. على فكره ده من افضل القرارات اللي اتخذت على تاريخ مصر. معلش عذرا يا استاذ مجدي، هي ما خرجتش، هو انا بعمل ده بيخدم ده بيربط بده، ما دي ذات صله. كلام مظبوط، زي ما حضرتك وضحت يعني. كلام مظبوط. بس خلينا نقول ان بيبقى في دايما كل دوله التركيز الاول على الله ينور عليك. القطاع ايه مثلا اللي انا هشتغل عليه وهبدا انمي منه. انا بذكر لحضرتك تريليونات من الارقام اللي المفترض باذن الله ان تجنيها الدوله في الفتره اللي جايه. بس انا برضو من خلال برنامج سيادتك بوجه ان احنا لو بالفعل بدانا نحرك الاراضي دي، مش بس نسيبها موجوده عند الهيئه. صدقني ده هيفرق كتير. انا واحد من الناس اتمنى ان الاقي الدين الخارجي بتاعي زيرو، اتمنى ان الاقي الدين المحلي زيرو، اتمنى ان انا الاقي النهارده كل المستثمرين بيقولوا ده ايه الدوله دي اللي في ثانيه اتغيرت كده. ما انا لسه هكلم بقى حضرتك تاني على الشراكات ما بين القطاع الخاص الدوله والمحلي ده، والشراكات والاستثمار الاجنبي. بس قبل ما اتكلم على ده هروح للاستاذ هاني. استاذ هاني، انا عملت نموذج او عده نماذج، لكن كان من ايام فتره ماضيه كان النموذج البدايه القويه كان مساله راس الحكمه او من تطوير منطقه راس الحكمه. ما الرساله التي يعكسها مثل هذا المشروع للمستثمر الاجنبي، اللي هو بالبلدي ببساطه كده، انا هاخد فرصتي بقى وادخل البلد دي، ولا هتضيع عليا الفرصه وفي اماكن مماثله وفي فرص استثماريه واعده اكتر، ولا كيف ترى هذا الامر؟ استاذ محمد، الرساله واضحه جدا. احنا دوله قويه، دوله كل يوم عندنا ازدهار، عندنا تقدم. المستثمر الاجنبي رسالتك واضحه، يا تلحق تكسب معانا وتلحق تحقق ارباح كمستثمر، يا مش هتلحق. الفرصه متاحه حاليا ليك ولغيرك. النهارده الدوله خدت على عاتقها اعلاء الاقتصاد المصري رفع قيمه الجنيه المصري. النهارده الرساله واضحه جدا. مدينه زي راس الحكمه مشروع ضخم، مشروع متكامل، مشروع فيه كافه جوانب الحياه، مشروع تنميه مستدام، مشروع فيه كافه فرص الاستثمار. لسه في سياحه هتيجي 8 مليون كان ذكر تصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي لما كان بيتكلم عنه يعني. مظبوط. فالنهارده المستثمر الاجنبي قدامه الفرصه سانحه، لما يشوف دوله او مشروع زي راس الحكمه بالفعل تم التعاقد عليه وتم التوقيع، هيبقى دي شهاده ثقه. يعني تلحق مشروع مماثل وتاخد حاجه زيك زي اي مستثمر، وتقدر تعمل مشاريع تنمويه في الاخر تصب في مصلحه المواطن المصري والدوله المصريه والصندوق المصري، يا اما مش هتلحق وهيفوتك كتير. واحنا عندنا مصر بتتميز ان هي يعني جاذبه للسياحه، جاذبه للاستثمارات، بتتمتع بامكانيات طبيعيه قويه ومصادر. والحقيقه برضو الدوله المصريه يعني جهزت مناخ قوي جدا ومناسب جدا للاستثمار، مناخ حاضن لكافه انواع الاستثمارات بكافه انواعها، طبي، سياحي، صناعي، تعليمي، زراعي، تنموي الاخر. هرجع اتكلم مع حضرتك بعد كده على تاثير ده على الناتج المحلي، على العمله الاجنبيه وجوانب اخرى، لكن هروح للاستاذ مجدي. استاذ مجدي، كان بنتكلم في جزئيه ان القطاع الخاص قدامه ايضا فرصه، لان بما ان اتفتحت المجالات فيه، احنا بنتكلم برضه على المستوى العمراني، واللي بيقوله الاستاذ مجدي هو ينطبق صحيا وهو ينطبق تعليميا واخره. فرص القطاع الخاص في عمل شراكات مع الحكومه في مثل هذه المشروعات، سواء كل واحد على قدراته. يعني انا كقطاع خاص مش هدخل بمليارات، لكن اقدر ليا فرصه موجوده، وهل اسارع في هذه الفرصه ولا استنى اتفرج واشوف نتائج؟ وموقف القطاع الخاص ودوره في الفتره الحاليه. احنا بنتكلم الساعه اصبحت تفرق
في اتخاذ القرار؟ والله هو ده حاصل بالفعل. يعني احنا لو بصينا هنلاقي في كيانات بالفعل بدأت تعمل شراكات مع الدولة، وفي مشاريع حاصله بالفعل. يعني مثلا شركه عربيه هولدنج هي بدات بدون اسامي بس يا مظبوط عفوا. بعض الشركات في بعض الشركات بالفعل بدات تعمل دوت، وبدات تعمل مشاريع بمساحات كبيره. يعني مشروع مثلا من المشاريع 500 فدان، في 3000 فدان، في 1000 فدان، في مساحات كبيره. بس طبعا الدوله ما بتشاركش اي حد، لازم بيكون المسمى او الشركه اللي هي بتشاركها بتكون شركه طبعا شركه كبيره ليها سابقه اعمال قويه، على اساس ان هي تضمن تنفيذه الفعلي للمشروعات ديت، وبالتالي هي بتحط اسمها مع الاسم اللي هو الخاص. فده مش اي حد يقدر يبقى موجود فيه. بس ده حاجه كويسه جدا ان هو النهارده الدوله بدات تفتح بيبان لكذا شركه مصريه، وبدات تستثمر معاهم، وحاصل بالفعل. ويمكن ده احنا لاحظناه في اخر تقريبا 4 سنوات بالظبط. هل يتضاعف استاذ مجدي هذا العدد من بدايه الشراكات بقى؟ يعني احنا كنا بنقول ان يمكن الفتره اللي فاتت وما شاهده الاقتصاد المصري من حاله يعني المرور بعنق الزجاجه زي ما بنقول صح التعبير، يعني فكان في حاله من التخوف عند المستثمر، ادخل ما ادخلش، طب استنى شويه، طب اشوف الدنيا رايحه فين. هل دلوقتي اصبح بعد مثل هذه الانفتاحه في تشجيع للمستثمر المصري انه يبدا القطاع الخاص والمستثمر المحلي؟ هو احنا لما كنت بضرب لحضرتك مثال كرة القدم كنت قاصد كده ان انت لازم في الاول بتحافظ على قوام الفريق بتاعك، ومن ثم تبقى بتشوف بقى انت محتاج لعيب فين تاني وبتشتريه من بره. هو ده المستثمر اللي انا بدور انا محتاجه وبشتريه من بره. لكن القوام الاساسي بتاع الفريق انا لازم احافظ عليه، اللي هو الخاص. الله ينور عليك. لا اللي هو الخاص بتاعنا. ايوه الخاص بتاع المحلي بتاعي محلي انا لازم احافظ عليه ولازم اشجعه. انا النهارده هيبقى عندي الوفات من الفدادين. هل انا بس كدوله اللي هبني كل دوت ولا لا؟ تعالى يا باشمهندس محمد، تعالى يا باشمهندس هاني، تعالى يا باشمهندس مجدي، تعالى نحط ايدينا في ايد بعض ونبدا نعمل مشاريع تانية جديده، وبرده كل ده تحت اطار دوله، تحت نظام. هي شراكه حسب الله ينور عليك. مظبوط. طيب نتكلم بقى على الناحيه تزاني الناحيه الماليه والماديه. احنا كان في ناس بتستعظم قوي حجم الدين، كان في ناس شافت او ما قدرتش تاخد بالها ان هذا الدين تم توظيفه في بنيه تحتيه، وتضاعفت التساؤلات: ليه كل البنيه التحتيه؟ ليه قطار سريع؟ ليه طرق 10 حارات؟ ليه كذا ليه كذا؟ شايف حضرتك بقى ايه اللي ممكن تعزفه هذه المنظومه مع بعضها البعض؟ بنيه تحتيه، ارض واعده، او امكانات وظروف تستغل استثماريا استغلال جيد، مشروعات بالفعل تمت. وعلى سبيل المثال خليني بتكلم واخد النموذج الرئيسي بالنسبه لي مشروع راس الحكمه. شايف كل ده ممكن يبدا يتضاعف ويتطور ازاي ويتحقق قيمه مضافه منه؟ استاذ محمد، اوركسترا بتعزف حقيقه يعني. الله يخليك. صحيح. الطرق زي ما حضرتك وضحت، ده طرق قطر سريع من العين السخنه للعالمين. كهرباء طبعا. مفيش كده، مفيش دوله فيها كده. بتربط الشرق بالغرب. قطر سريع من مدينه 6 اكتوبر رايح اسوان. ميناء جاف في مدينه 6 اكتوبر. اوركسترا بتعزف. اراضي واعده، طرق شاسعه، 10 حارات زي ما حضرتك تفضلت، بنيه تحتيه قويه. النهارده المستثمر لما يجي يحط فلوس في ارض عايز خدمات، انا بقول لك الارض جاهزه بخدماتها. يبقى تاني يوم هيشتغل، تاني يوم هيشتغل، والاسبوع اللي بعده هيكون بيدخل سياحه. والمستثمر لما يشوف مستثمر راح، كل مستثمر بيشد مستثمر، وكل الناس عينيها على خطوات اللي سبقوها. النهارده انت عندك بنيه قويه، الدوله ما كانش فيها الكلام ده خالص. احنا تخطينا، احنا جرينا زي ما قال الدكتور يعني الدكتور مصطفى مدبولي في احد لقاءاته، قال احنا اشتغلنا على طرق لسنه 2050، نفذنا خطط لطرق وبنيه تحتيه في الدوله لسنه 2050. احنا بننقل الدوله 25 سنه للامام. يعني كسرت مفهوم راس المال الجبان، اديك شايف اهو انك تدخل. صحيح. يعني خلاص، ما انت تخاف من ايه؟ ما بقاش ادي عندك كل الامكانيات النهارده كل المستثمرين تشجعوا للاستثمار بكافه انواع الاستثمارات في البلد. النهارده اي حد بيفكر انه يعمل مشروع على طول بيحاول يسرع في الخطى علشان الفرصه لو فاتته مش هيلحقها ومش هتتعوض. الحقيقه اللي الدوله عملته خلال ال10 سنين اللي فاتوا دولت انا بسميه اوركسترا بتعزف، حاجه في منتهى الروعه، متكامله مع بعضها بتناغم غريب وتناغم خطه محطوطه من منظور شايف الدوله المصريه بكافه اجنحتها، بكافه اجهزتها، بكافه الخطه ديت علشان الدوله كلها
تنهض وتخرج من عنق الزجاجه الى بر الامان. وانا اعتقد ان الكلام ده احنا بدانا كمواطنين نلمسه في الايام الاخيره يعني. بالظبط، احنا في مفاجآت عماله بتتم صحيح، الحقيقه، صحيح. ويعني بتحول يعني تحول غير كان متوقع او منتظر، كان رغم التخوفات طبعا زائد التشكيكات اللي كانت بتتم وبتحصل كل في الفترة اللي يوم فاتت. يوم بعد يوم الدوله المصريه بتثبت انها قادره على اجتياز اي صعوبات، قادره على تخطي اي عقبات، قادره على جذب الاستثمار، جذب العمله الاجنبيه. يوم بعد يوم بنلاقي طلبات من المستثمرين، عايزين ناخد ارض، عايزين بالظبط، عايزين ننشئ مدن، عايزين. هنا ياتي دور الشراكه. الدوله خلاص ما بقتش فطنت الى انها ما تبيعش ارض، خلاص انا بشارك على الارض، انا ما زالت لي السياده على هذه الارض. هتيجي تعمل مشروع عندي ولكن بشراكه بنسبه محترمه تعود الى الدوله المصريه او منفعه للطرفين مستفيدين. صحيح. استاذ مجدي، عشان هيبقى في شراكه ويجي مستثمر اجنبي وانا عندي مستثمر خاص، ولازم احافظ في نظريه اللي حضرتك قلتها الفريق بتاعي على الاساسيات، مستثمر الخاص. كده هيبقى في منافسه ما بين المستثمر القطاع الخاص على الشراكه مع الدوله والمستثمر الاجنبي. مظبوط. ايه المطلوب من القطاع الخاص دلوقتي عشان يبدا يسرع من حجم الفرص المتاحه ليه ويضاعف من امكاناته عشان يقدر يواكب هذه المنافسه الشرسه؟ لان فعلا القطاع الخاص يبدا يدخل. اذا كنت انت هتعمل في راس الحكمه مدينه متكامله، ما بتكلمش على كومباوند او بتكلم على حيز ضيق، فبالتالي طب انا هعمل مدارس فين وبسرعه، وهعمل مستشفيات فين ايه القطاع الخاص يقدر ازاي يسرع من قدراته ويضاعف فيها عشان يبدا ينتهز هذه الفرص؟ خلينا نقول ان الموضوع وين وين سيتويشن. اللي مطلوب من القطاع الخاص مطلوب من الدوله. خلينا نحط الاثنين على بلان واحده ويمشوا مع بعض. اكيد الدوله عايزه النجاح للمستثمر الخاص، والمستثمر الخاص عايز يكمل في مصر، فبالتالي عايز الدوله تنجح. فبالتالي لازم يحصل زي ما بيقولوا كده ايه، كل واحد يفكر في كشكوله او في كتابه ويركز فيه علشان يقدر ينجح المنظومه نفسها. فالمفترض ان يبقى في الفتره اللي جايه نتوقع بعض القوانين اللي تبدا تنمي شغل المستثمر الخاص جوه مصر. هل نسميها، انا اسف في المقاطعه، هل نسميها اطار استراتيجي للاستثمارات الداخليه والشراكات مظبوط. الداخليه مظبوط. معين، تحط اطار مظبوط. معين اطار ده بخلاف المبادرات اللي تمت بالفعل يعني. احنا بنتكلم بقى في الفتره اللي جايه، انا عايز مستثمر خاص وعايز مستثمر خارجي. تمام كده. فانا زي ما بيقولوا كده هبدا اسخن ده. تعالى يا مستثمر يا خاص، انت خد بالك ده في مستثمر اجنبي جاي لي، فانت لازم تبدا تفكر في نفسك، لا اما انت هتروح فين؟ انت ما عندكش غير مصر، شركتك موجوده في مصر، عملتك موجوده في مصر، ومش هتطلع بره مصر، لان انا هوفر لك حاجات كتير. تبدا بقى الدوله هنا تقول له انا هوفر لك وهوفر لك وهوفر لك. تعالى انا عندي ارض، ابدا خش شراكه معايا. فيبدا المستثمر الاجنبي لا ده ما هو برضه في نقطه مهمه يا محمد بيه، انا مش عايز المستثمر الاجنبي يحس ان انا بشحته او ان انا مش واقع. لا، ده هو اللي عايز دلوقتي. الله ينور عليك. هو ده اللي انا عايزه. هو ده اللي انا عايزه. هو ده اللي انا عايزه. مش عايز عندي طلب، ما عنديش عرض. مش عايز الامارات بس. برضه اضيف لسيادتك النقطه دي، انا نفسي بكره السعوديه تدخل، نفسي الكويت تدخل، نفسي الامارات تدخل، والدول الاوروبيه. الله ينور عليك. لسه كنت اقول نفسي الدول الاوروبيه تنورني هنا في مصر. يا جماعه مصر لا زال فيها من الخير اللي يكفي العالم كله. فبالتالي انا نفسي اسمع كل يوم دوله جديده جايه تستثمر في مصر، ما يقفش الموضوع على دوله واحده او دولتين او ثلاثه. انا اتمنى ان انا الاقي بلدي كل يوم فيها مستثمر اجنبي جاي بيحط، وبالتالي المستثمر المصري بدا يغير بقى. لا انا عايز اشتغل بقى، انا عايز اتفرج. انا كل اول ما بيحس بده، خد بالك ده هو ده المشكله الوحيده اللي عندنا. اول ما بنحس ان في حد بدا يخوفنا هروح اشوف ايه في الله ينور عليك. ساعتها المستثمر المصري غصب عنه هيبدا يشتغل. بس طبعا زي ما قلنا في البدايه نوفر له شويه حاجات تشجعه، وهو كمان يشجع الدوله. عايزين الاثنين مع بعض يشتغلوا، لان الدوله تستحق ده. انا هرجع اتكلم مع حضرتك على التحديات اللي بتقابله، ايه الصعوبات اللي هي ممكن تفاجئه. بس استاذ هاني، السؤال اللي عندي دايما، انا مواطن بقى مصري بسال سؤال في الشارع، انا هستفيد ايه المشروعات دي كلها، وايه حجم المليارات اللي بتدخل دي كلها بس انا وعيي وثقافتي بسيطه ومحدوده، فمش قادر افهم هل هستفيد ان هتجيلي فرصه عمل، هل هيحصل ليا مكان انتقال وفرص سفر جديده داخل اطار الدوله، هل هقدر يتفتح مشروعات مطاعم وشركات يعني اللي هي بنقول عليها اللوجستيات ومشروعات ذات الصله، وبيترتب على المشروعات الكبيره زي ما حضرتك بالتاكيد هتوضح لنا مشروعات متوسطه وصغيره ومتناهيه الصغر كمان. صحيح. المواطن المصري هيشعر بحجم الرخاء والنماء اللي حاصل في البلد رويدا خطوة خطوة، يوم بعد يوم هيجد في انخفاض في تكلفة المعيشة بالنسبة له. هيجد ان هو عنده فرص للعمل بديلة،
هيجد النهارده لو كنا بنعاني من بعض شيئا ما يعني من البطاله، بعد شويه مش هتجد بطاله، بالعكس. حضرتك كمطور عقاري على مستوى العقارات او التطوير العقاري بشكل عام، مين الفئات المستفيده اللي هتكون مستفيده من مشروع تنميه عقاريه زي ده يعني؟ كافه القطاعات المصريه ده حاجه اصلا. انا كنت سمعت قبل كده لما يعني كلام كده اللي هو بالبسيط، طائفه المعماريه بتتحرك مش عارف 1000 وكم مهنه ولا 100 وكم مهنه بتخش تشتري. استاذ محمد، ان المجال العقاري او التطوير العقاري قاطره الدوله المصريه، قاطره الاقتصاد المصري. النهارده العقار مين بيشتغل فيه؟ خلينا نبسط الموضوع ببساطه، بدايه من عامل الحفر، عامل المعده، سواء المعده، بدايه اللي نجار المسلح بمساعديه، بمصنع الحديد، بمصنع الاسمنت، طوب كهرباء، تعال خش بقى على السباكه، خش على السيراميك. النهارده المجال العقاري، التطوير العقاري قاطره قويه جدا، قاطره للاقتصاد. النهارده لما اوفر مشروع فيه تنميه عمرانيه، انا بشغل 99% من الشعب المصري. الناس ديت لما تنزل موقع تشتغل مش عايزه تاكل؟ الله مطاعم، عملت مطاعم، حركت والزراعه. الناس دي لو في اصابات عمل، مش عندي مستوصف، مش عندي عيادات، مش عندي مستشفيات، ذات الصله واللوجستيات كلها. لما يبقى عندي مشروع كبير على مساحات شاسعه، مش العامل ده محتاج اقامه؟ وطالما محتاج اقامه، عنده اولاد في مدرسه، نقلتهم وسكنتهم وعلمتهم. انا مش على مستوى العامل بس، على مستوى المهندس، على مستوى الاستشاري، على مستوى المطور نفسه، على مستوى المدرس، ما هو هيجي يدرس، كل الفئات بقى، الطبيب. اذا لما بقول يا استاذ محمد ان القطاع العقاري قاطره، هو فعلا قاطره، كافه قطاعات الدوله بتشتغل وراها، كافه. ولذلك زي ما الاستاذ مجدي وضح، ان يمكن تركيز سياده رئيس الجمهوريه على التطوير العقاري، لانه يرى هذه المنظومه، يرى هذه التناغم بين كل فئات الشعب. النهارده المجال الواحد بيشتغل بيجور وراه. انا لو عملت مطعم بس استفدت ايه؟ عملت ممشى سياحي بس استفدت ايه؟ غير شويه الترفيه، نادي عملت ايه؟ لكن تعالى اعمل مشروع سكني على مساحه شاسعه، اعمل نادي جواه، اعمل مستشفى، اعمل مدرسه، والمطعم والكل بقى بعد خلاص كده. كل الخدمات اللوجستيه، كل المتخصصين في المجالات دي، بالظبط كده اهوت. كل المتخصصين في المجالات دي مشاريع لوجستيه. زي ما زمان لو رجعنا في العهد السابق مثلا عفوا، هنشوف كل المناطق زي الغردقه وشرم الشيخ كانت جاذبه الشباب كله كان بيشتغل في كل المجالات، كل شباب الدلتا كان شغال المجالات بقى، صحيح كده، زراعه، صناعه، تجاره، شوف ما انا معاك. النهارده لما اعمل مشروع، الدوله المصريه اللي بتكون هي صاحبه الرياده وصاحبه الكلمه العليا في كافه انحاء الجمهوريه، مدن الجيل الرابع، الرئيس قال عن 33 مدينه تحت الانشاء. كل دي مدن ليها علاقه، او مدن انشاء يعني عقارات، يعني قاطره، يعني كل الشباب دوت هيلاقي فرص عمل بكافه مهنه. وضيف الى ذلك المهن الصغيره والمشروعات اللي بتخدم على المشروعات الكبيره. الحقيقه هي تناغم، عصر اقتصادي جديد. مظبوط، عصر يعني صحيح. انا مش قادر اعد الحقيقه يعني انت فاتحين كل المجالات يعني. طيب استاذ مجدي، في دقيقه رجاء، في تحديات اكيد بتواجه بقى المستثمر، يبدا بقى ايه، هو هيغير من نفسه وهيخش الماراثون ده. ايه شايف التحديات اللي لابد مستثمر القطاع الخاص محلي يتغلب عليها عشان يسارع ويشارك في هذه المنظومه؟ وما فيش اي نجاح من غير تحديات. يعني ما فيش اي حاجه في الدنيا بتقول ان في نجاح من غير تحديات. هو الحاجات اللي المفروض ان هو بيتعامل معاها وكلنا بنتعامل معاها دلوقتي هو سعر الصرف. تمام. بس هو ده هو بدأ على فكره لما حصلت بدايه التوقيعات للمشروعات العملاقه دي، احنا نتمنى انه يوصل للزيرو، ان الجنيه يبقى هو اعلى من الدولار، وان شاء الله باذن الله في عهد الرئيس ده يحصل. ما اعتقدش ان في حاجه تانية ممكن تقابله غير كده. يعني لو هو يقدر يواكب ده، هو في الوقت الحالي بيواجبه على أسوأ احواله. يعني لما نقول ربنا ما يعودها وصل ل 70 واكتر، فهو ورجع تاني عرف يقدر يواكب في التنافسيه في بناء المدن الذكيه والمستويات اللي هي بتنافس. احنا بنتكلم من حيث انتهى الاخرون. عندنا ناس على فكره في مصر بنت دول، فما تقلقش على المستثمر المصري. فده كويس طبعا يا باشا، مصر هي اللي بنت كل الدول. هل بيستلزم هذا الامر يعني تغيير بعض القوانين او التشريعات او التيسيرات او ما الى ذلك؟ انا ما اعتقدش ان في دوله فيها اللي بيحصل ده كله هينقف على النقط البسيطه ديت. انا بقول لحضرتك لسه كان في مجلس الشعب بيناقشوا المدن الجديده. الناس مش ساكته، الناس شغاله، بس في نفس الوقت احنا عايزين كله يبقى شغال. فالمستثمر المصري انا بثق فيه جدا 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 وبشجعه جدا، مع احترامنا لكل المستثمرين. حضرتك واثق فيه تمام؟ طبعا بالتاكيد بنثق فيه، لان احنا دايما عندنا القدره على الاستجابه. عندي ولاء لبلدي واولاد بلدي. عندنا احنا نملك القدره كمصريين ان شاء الله. باذن الله المستثمر المصري باذن الله ايده في ايد الدوله الفتره اللي جايه
هتشوف مصر في حته ثانيه خالص باذن الله. بأمر تعليق الله. اخير استاذ هاني في ثواني تحت امرك. اتفضل. اتفضل. من عند حضرتك، انت شايف تعليق على مثل هذه المشروعات الحقيقة ورؤيتك ليها؟ هي شوف النقطة الأخيرة اللي الأستاذ مجدي أشار إليها، الثقة في المستثمر المصري أو الكيانات المصرية. يا أستاذ محمد، لو بصينا على الحرم المكي، مين اللي بناه؟ مش إحنا المصريين؟ مش المهندسين المصريين؟ طيب احنا بنينا المانيا، احنا بنينا هنا كل حاجة. مصر ام الدنيا. يعني يعني احنا زي ما بيقول عندنا المانيا وامريكا احنا ده عفوا، هم ليه قالوا مصر ام الدنيا؟ مش عشان كل حاجه. احنا النهارده لما بنقابل ناس من الجزائر او من المغرب او ايا كان، يقول لك احنا اساتذتنا مدرسينا مصريين مصممين وفنانين ورياضيين يعني حتى في المجال الديني الازهر، في المجال القرآن مثلا يقول لك أن القرآن نزل بمكة وقرأ بمصر. مصر هي أم الدنيا. الثقة في المصريين لا حدود لها، والمصريين دائما قادرين على التحدي وبيحبوا البلد دي، ودائما متمسكين بيها، ويدفعوا دائما لعجلة النمو، عجلة الاستثمار تحت قيادة سيادة الرئيس. احنا شايفين التطور متسارع، واحنا اللي بنعهده في الفترة الحالية ما شفناهوش قبل كده. داعمين يعني لهذا النظرة التطور القادمة تفاؤلية جدا تماماً جدا يعني جدا الله. جدا يعني. أستاذ هاني متولي الخبير والمطور العقاري، أنا بشكر حضرتك شكر جزيل وشرفتنا يا فندم. شرف ليا إن شاء فندم. الله نلتقي قريبا ويكون الحديث اختلف بالتأكيد، لأن بنتكلم أكيد. في نتائج واعدة على مدى قصير بإذن أنا سعيد الله. جدا بمقابلة سعادتك، وإن شاء الله شرف ليا التواصل معك. شرفتنا يعني بيه. شرفتنا يا فندم. والأستاذ مجدي منصور خبير التنمية العمرانية، شرفتنا يا أستاذ مجدي، ونتمنى أن السبق يكون للقطاع الخاص بإذن الله والتفوق، لأن احنا قادرين على تحقيق هذا كلنا بإذن ثقه الله. في مصر، وكلنا ثقه في رجال مصر باذن الله. بإذن الله. شكرا لحضرتك يا فندم. شرفتنا. شرفتنا يا فندم. ميرسي لذوقك. مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقتنا هذا الأسبوع من أوراق اقتصادية. نلتقي الأسبوع القادم. دمتم في أمان الله.